انتوا بقى اللي جايين تقدموا في الانترفيو صح؟ ايوه يا باشا صح. طيب تمام. انت بقى اللي هتعمل معانا الانترفيو؟ لا يا خفيف، مش انا اللي هعمل معاك الانترفيو، اللي هيعمل معاك الانترفيو المدير. ولما المدير اللي هيعمل معانا الانترفيو، انت عمال تسأل فينا ليه؟ انت مين اصلا؟ بس يا حبيبي خليك في حالك، انا دلوقتي هدخل للمدير وانتوا استعدوا للاسئله. صباح الخير يا سياده المدير. اهلا، صباح النور يا محمد. يا سياده المدير، الموظفين بتوع الانترفيو صفصفوا على 3. تحب يا سياده المدير اجيبهم لك هنا علشان تسالهم بنفسك؟ لا لا يا محمد، انا هطلع لهم بره دلوقتي. الا اقول لي يا محمد، ال3 اللي بره دول متاكد انهم يصلحوا للشغل معانا هنا؟ ايوه يا سياده المدير، دول عدوا كل اختبارات الشركه، مش فاضل غير الاختبار بتاع حضرتك انت. فاضل اخر اختبار بتاعي. طيب اتفضل روح انت دلوقتي يا محمد وانا جاي وراك على طول. اوامرك يا سياده المدير. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي احمد. طب قول لي يا احمد، 2 زائد 2 بيساوي 5، الكلام ده صح ولا غلط؟ كلامك مظبوط يا سياده المدير، معروفه يعني مش محتاجه كلام، 2 زائد 2 يساوي 5. ماشي يا حبيبي، انت اللي في النص اسمك ايه؟ انا اسمي برشامة. طب قول لي يا برشامه، 2 زائد 2 بيساوي 5، الكلام ده صح ولا غلط؟ اكيد يا سيادة المدير، 2 زائد 2 لو ضفنا لهم 1 يساوي 5. يعني 2 زائد 2 لو زودنا عليهم 1 يساوي 5، ده كلامك؟ ايوه يا سيادة المدير. ماشي يا حبيبي. وانت اللي قاعد اخر واحد ابو شعر برتقاني ورا. نعم. ايه رايك في الكلام ده؟ 2 زائد 2 بيساوي 5، الكلام ده صح ولا غلط؟ ايه 2 زائد 2 بيساوي 5 ازاي؟ انتوا مجانين، انتوا بهايم، انتوا حيوانات ما بتفهموش. هو ايه اللي 2 زائد 2 بيساوي 5؟ انتوا ما اتعلمتوش. انتوا لو اتعلمتوا تعليم حكومي كنت هتجاوبوا صح. 2 زائد 2 يا افندي انت وهو بتساوي 4. وانت ازاي بقيت مدير انت كمان مش عارف 2 زائد 2 بتساوي كام؟ ده انا على كده المفروض ابقى دكتور يا شوية بهايم. خلاص يا حبيبي خلصت؟ خلصت. اتقبلت انا كده صح؟ لا طبعا ما اتقبلتش. يلا بقى روح امك، خد بعضك وروح، مش عايزينك هنا ولا اشوف وشك في الشركه تاني. يا سنة سوحة، ده انا اللي جاوبت صح وفي الاخر مش عايزيني. اما انت يا احمد وبرشامه، مبروك عليكم اتقبلتوا في الشغل. يلا اطلعوا على السكرتاريه علشان تستلموا الشغل بتاعكم. يا ولاد التيت، بقى الفاشلين اللي جاوبوا غلط هما اللي يشتغلوا، والناجحين اللي زيي وجاوبوا صح هما اللي يروحوا وما يشتغلوش. يا عيني على الدنيا. معلش يا سياده المدير، انا عندي استفسار صغير. اتفضل قول يا استاذ محمد، سامعك. هو ليه الموظف الاخير مشيته رغم انه جاوب صح، واخترت احمد وبرشامه رغم ان احمد وبرشامه جاوبوا غلط؟ اقول لك انا دلوقتي يا استاذ محمد، انا ليه مشيت الموظف الاخير وشغلت احمد وبرشامه. اول واحد ده يا استاذ محمد كذاب، وهو عارف انه كذاب، والنوع ده مطلوب قوي في الشركات. اما بقى النوع التاني ده ذكي، وهو عارف انه ذكي، والنوع ده بيعتمد عليه قوي في الشركات. اما الواد اللي انا مشيته ده بيقول الحقيقه وبيقول الصراحه، والنوع اللي زي ده متعب وهيتعبنا معاه في الشغل، وصعب جدا التعامل معاه في الشركات. قول لي بقى يا استاذ محمد، 2 زائد 2 بيساوي 5، صح ولا غلط؟ والله يا سياده المدير، الكلام بتاع حضرتك صعب عليا اللي زي يفهمه، وده كلام كبير، كلام علماء، ولازم حد يشرحهولي. وانت بقى يا استاذ محمد النوع الرابع، وده نوع منافق، وعلشان كده انا معينك هنا في الشركه دراع اليمين.